اخطر عادة بتخليك دايما مكسور حتى لو دخلك عالي. عارف انك ممكن تبقى بتقبض كويس جدا وبرضه تبقى دايما مديون ومضغوط ومش عارف توفر، والسبب مش هو دخلك، السبب في عادة واحدة بس. العادة دي اسمها لايف ستايل انفليشن، او بالعربي كل ما دخلي زاد زودت مصاريفي. يعني ايه الكلام ده؟ كنت راكب عربية مستعملة، اول ما قبضت زيادة غيرت لموديل اعلى. كنت ساكن في مكان معقول، اول ما الترقية جت اتنقلت المكان اغلى. كنت بتخرج كل اسبوع مرة، بقيت تطلب من بره 3 مرات كل يوم. وفي الاخر كل ما زاد دخلك اختفى اسرع، وعمرك ما حسيت انك مرتاح فعليا. طب المشكلة فين؟ المشكلة انك مش بتلاحظ انك بتغرق، لان كل حاجة بتحصل باسم انا استاهل اعيش احسن و I deserve it، بس الحقيقة انت بتشتري وهم مؤقت وبتقسيط طويل. طب ايه الحل؟ 1. ثبت مستوى معيشتك فترة بعد كل زيادة، مش لازم اول ما مرتبك يزيد مصاريفك تزيد. 2. خلي اول زيادة تروح لاستثمار او اصل بيشتغل مكانك، مش على موبايل جديد او رحلة مش مستعد لها ولا اي حاجة ملهاش داعي. 3. عيش على 70% من دخلك واستثمر الباقي. الخلاصة، الدخل العالي مش هو اللي بيغنيك، التحكم في المصاريف هو اللي بيحررك. وكل مرة تزود فيها اسلوب حياتك قبل ما تزود اصولك، انت بتأجل حريتك سنين لقدام.